أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات شخصية مؤثرة مع مروة صالح. اليوم نحكي قصة رجل جمع بين الشجاعة والإيمان، بين التقوى والتضحية. رجل عاش لربه ومات لأمته. إنه عباد بن بشر، الصحابي الجليل، فارس النور وإمام المقاتلين. عباد بن بشر هو أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قبيلة الأوس. ولد في المدينة المنورة وعاش في زمن الجاهلية، ولكنه كان من السابقين إلى الإسلام. شارك في بيعة العقبة الثانية. كان مميز بإيمانه القوي وإخلاصه الشديد وحبه للقرآن، فكان شغله الشاغل، حتى عرف بين الصحابة بالإمام وصديق القرآن. وفي ذات ليلة بعد إحدى الغزوات طلب النبي صلى الله عليه وسلم من مجموعة من الصحابة أن يحرسوا المسلمين، وكان من بينهم عباد بن بشر وعمار بن ياسر، وتناوب الاثنان الحراسة. وبدأ عباد صلاة الليل وقراءة سورة الكهف بصوته العذب، وأثناء صلاته أقبل أحد المشركين، فلما رأى عباد بن بشر من بعيد عرف أنه حارس المسلمين، فتناول الرجل المشرك سهما رمى به عباد بن بشر وأصابه، فانتزع عباد من جسده السهم ومضى في تلاوة القرآن والصلاة، فرماه المشرك بسهم آخر فأصابه أيضا. فما كان من الصحابي الجليل إلا أن ينتزع السهم مرة أخرى، فرماه الرجل بسهم ثالث فانتزعه عباد كما انتزع ما قبله، وزحف عباد بن بشر حتى اقترب من صاحبه عمار بن ياسر وأيقظه قائلا: انهض فقد أضعفتني الجراح وكثر مني الدم. والتفت عمار بن ياسر إلى عباد بن بشر فرأى الدماء تنزف غزيرة من جراحه الثلاثة، فقال له: سبحان الله، لو أيقظتني عند أول سهم رماك به. فقال عباد: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنتهي منها، وأيم الله لولا خوفي أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لكان قطع نفسي أحب إلي من قطعها، ويقصد بها الصلاة والتلاوة. شارك عباد بن بشر في حروب الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتل ببسالة، واستشهد في معركة اليمامة. وقالت عنه السيدة عائشة: كانت عصاه تضيء له إذا خرج من عند رسول الله إلى بيته ليلا، ودعا له النبي: اللهم اغفر له. كنت معكم أنا مروة صالح في برنامج شخصية مؤثرة.